ايوا الاخوان صراحه الله فريمون واحد المشاهد اللي كتخلع صراحه الله كنشوفوا حاليا العالم تغير بواحد الشكل كبير. اسباب الله ما عرفنا السبب بالله. دابا كتشوف مثلا قبل ما نبداو الحلقه ان شاء الله كندعو الوالدين المغفره، وصراحه الله اللي كيلعبوا واحد الدور مهم في البيرسوناج ديالنا، الشخصيه ديالنا بشكل كبير. داكشي علاش خصنا نجازيهم بواحد الجزاء اللي شي شويه بروفيسيونيل احترافي وبواحد الشكل كبير، مثلا نصيفطوا من العمران يفتخروا بنا نحن كابناء ديالهم. ماشي مثلا بحال هذا الفيديو اللي بارطاجيت معكم في الاول، خصو في بلاصه ما يشرف الاب ديالو، يشرف العائله ديالو بشكل عام وبشكل خاص الوالدين ديالو، الام ديالو، الاب ديالو، بطريقه اللي هي ايجابيه، يشرفهم في مثلا في بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المجالات. نعطيكم على سبيل المثال الرياضه، بيك بوكسين الى اخره، الماتيماتيك الى اخره. هو مشرفهم بواحد الطريقه اللي هي تحول جنسي، واللي كتشوف الاب سبحان الله العظيم في واحد الحاله اللي هي هيستيريه، حاله اللي صعبه بزاف، ما كتبغيها العدوك صراحه الله. هو بعيد علينا كل البعد، ولكن كنحسوا به بانه كيشعر بواحد الاستفزاز، كيشعر بواحد الضغط نفسي، الضغط داخلي بشكل كبير. دونك كيقول مع راسو، كيتساءل تساؤلات اللي هي مهمه بزاف. كيقول واش هذا انا فعلا مربي؟ سبحان الله العظيم كنشوفوا الغرب في نفس الوقت، ولكن كاين واحد الشحوب في الوجه ديالو كتبين كيدوي فقط انطلاقا من المظهر الوجه ديالو. سي بون. صراحه الله الاخوان، هادشي اللي غادي نقول لكم فريمون صراحه لا رايي. ما عندنا ما نقولوا صراحه الله. وصلنا لواحد الزمان للاسف الشديد كنشوفوا مجموعه ديال الدراري كيتشبهوا بالنساء والعكس صحيح، والدريات كيتشبهوا بالنساء. دونك في الاطار ديال التحول الجنسي هما زوقوها بديك الطريقه، ولكن راه عندها بزاف ديال السلبيات. ان شاء الله من بعد ان شاء الله فيديوهات لاحقا الا كنتو باغيين اكتبوا لي في التعليقات، غادي نديروا بحوثات، نديروا بزاف ديال شنو هو المصدر ديال هذا البحث. التحول الجنسي شنو هما. قبل ما ان شاء الله ما نسالي الفيديو، ذكرت واحد الطريفه وقعت لي بيني وبين واحد الاستاذ ديال السبور. صراحه الله كنا جالسين عادي جدا، كنا كنناقشوا مني منك حتى جابت الهضره ديال ولاو الدراري كيتشبهوا بالنساء، دريات ولا كذلك كيتشبهوا بالرجال، خاصه الدراري. قال لي بمعنى باننا في هذه المواسم الاخيره، في هاد 4 سنين ولا 5 سنين الاخيره، كنا كنشوفوا واحد التغيير كبير في المؤسسه. قلت له ما معناه، شنو طرا في المؤسسه؟ قال لي 4 سنين في هذه المؤسسه كنشوفوا واحد التغيير اللي هو جذري. بمعنى كنشوفوا كانت الرياضه اللي كتجري الرياضه كتحتاج واحد الفوق، كتحتاج واحد القوه. دونك من قبل 5 سنين 4 سنين كانوا الدراري كيجيبوا المؤسسه، كيجيبوا العز، كيجيبوا ميداليات، كيجيبوا بطولات المؤسسه ديالنا. ولكن في هذه الاونه الاخيره ما بقاش بتاتا حتى شي واحد ما بقاش مهتم بهذه الرياضه بتاتا، كلشي ولا كيتهرب بها. انا بديت كنسول بنادم علاش كيقول لك ما بقيتش قادر الى اخره. داكشي علاش قال لك هو كيدوي معايا وكيدوي بحرقه، لانه المستوى اللي وصلت له المؤسسه بشكل عام، وكذلك الدراري بشكل خاص، صراحه الله لا يبشروا بالخير. هذه غير حاله من بزاف ديال الحالات اللي كاينين. انا دويت لكم غير واحد الحاله من بزاف ديال الحالات اللي كاينين. كنشوفوا الدراري ولا كيتشبتوا بالنساء، دراري ما بقاوش قادرين يصطادوا بزاف ديال الحوايج، لا قدر الله وقعت شي حرب بينهم وبين شي دوله، فاش غادي نعتمدوا؟ السؤال لكم الاخوان قبل ما ننتهي الحلقه، اذا وقعت بيننا وبين شي دوله حرب لا قدر الله، هادشي ما كنتمناوش بطبيعه الحال، شكون اللي غيهز البلاد؟ واش هادو اللي كيتشبتوا بالنساء؟ جاوبوني.